يا اهلا بيكم. المحتوى بتاعي معروف، ما فيش مره من ساعه ما بدات اعمل فيديوهات لحد اللحظه دي اتكلمت عن اي حاجه شخصيه، ما بحبش خالص، بس للاسف المره دي مضطره. هقول الاسباب في اخر الفيديو، لان لو قلتها دلوقتي مش هيتفهم حاجه. هحكي الموقف اللي هحكيه دلوقتي هو بالنسبه لي تافه وهايف جدا، بس رد الفعل اللي انا شفته غريب ومش مفهوم. فهحكي في السريع كده اللي حاصل. اولا من فتره قريبه، اللي هو من اخر 5 اللي فات ده، حاجه و20/5، واحده صاحبتي كلمتني قالت لي ده في كورس حلو جدا، واحد صاحبنا هو صاحب المكان ونتعلم حاجه جديده، ايه رايك؟ قلت لها حلو جدا ليكي، لانك هتكسري روتين وتتعلمي حاجه جديده، فحالتك النفسيه تبقى احلى، فحلو جدا يلا بينا. بس انا يعني سيبيني اديني فرصه اقلبها في دماغي شويه كده. انا مش فاكره رديت تاني يوم او تالت يوم، مش فاكره، بس من اللحظه دي لحد ما قررت كانت بتبعت لي مسجات، قررتي، ايه رايك، قلتي ايه؟ طب هم عمالين بيبعتوا بيقولوا عشان العدد وعايزين يعرفوا مين جاي ومين مش جاي، فعشان يعملوا حسابهم. رديت وقلت لها طب خلاص اوكي يلا بينا. رحنا، انا عديت عليها في اليوم ده، كان هو اتنين خميس او 2/4 يعني على حسب الايام. رحت عديت عليها هي وطنط، وبعدين اخوها عدى علينا ورحنا كلنا حضرنا السيشن، لان هم كانوا عايزين يروحوا يسلموا عليه. في نص السيشن اخوها قال لي عايزين ندفع الفلوس عشان الناس هتمشي، فقلت له يلا بينا. فجيت اقوم، فالانستراكتور او الترينر او اللي هو بيدينا الكورس قال مش هينفع بقول حاجات مهمه، فرحت قلت له طب خلاص خد الفلوس لاخوها وادفع ومفيش مشكله، بس اقول لهم انا دفعت جزء والجزء هدفعه بعدين. تمام. وخدنا بعضينا، خلصنا الكورس، ومشكورين برضو وزعوا علينا نوتس كده، اجندات ومعاها قلم، وكل واحد عليه الاسم، بس الاسم كان بتاعي فيه لخبطه شويه، كنت بعت اسم واتكتب اسم تاني. فخدنا الحاجه ومشينا، وبعدين مشكورين روحوني لحد باب البيت اللي هي واخوها وطنط، وعلى راسي من فوق طبعا. تاني مره ما بين السيشن ده والسيشن التاني قعدنا بقى اتكلم انا وهي هنعمل ايه، والمشروع التخرج وبتاع في وسط الكلام. المفروض السيشن التاني كان يوم الخميس اللي بعديه على طول. بتكلم معاها وبتاع، بقول لها ان شاء الله المره الجايه بقى يا رب اخوكي ما يتاخرش علينا، عشان نروح في ميعادنا ما نتاخرش زي المره اللي فاتت، عشان هم قعدوا ينبهوا ما حدش يجي متاخر. فقالت لي ما انا اخويا مش سواق. قلت لها ايه اللي بتقوليه ده؟ اصلا عيب اصلا تقولي حاجه زي كده وما يصحش. انا ما قصدتش اصلا، وهو اصلا انتوا وصلتوني لحد باب البيت، وهو مش ملزم اصلا انه يعمل كده، ده مشكورا عملته كده معايا وفوق دماغي من فوق. ما